انطلق سوق الانتقالات الصيفية بوتيرة سريعة عند بعض أندية الدوري الجزائري للمحترفين بعد حوالي أسبوع فقط من نهاية موسم من 2023 إلى 24. كان نادي اتحاد العاصمة أول الناشطين في سوق الانتقالات الصيفية بالجزائر، من خلال حسم صفقات مهمة ومبكرة تحسباً للموسم المقبل، الذي سيكون عنوانه التعويض بعد موسم من 2023 إلى 24 المخيب، والذي أنهاه الاتحاد بالمركز الرابع في الدوري الجزائري للمحترفين وفي الأنفس الأخيرة، لا ضمن للمشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية، بينما خالي الوفد من مسابقتي كأسيا الجزائر والكاف. وحرص الاتحاد على الإبقاء على لاعبيه المهمين، ولعل أبرزهم المدافع الواعد عبد الأصمد وناصر البالغ من العمر 19 عاماً والموجود ضمن القائمة الموسعة لمنتخب الجزائر، حيث جرى تمديد عقده إلى غاية صيف عام 2027، لحميتها من أطماع العديد من الأندية الراغبة في ضمه إلى الشيء ذاتها ينطبق على اللاعب عبد الكريم عماني 21 عاماً، الذي تم تمديد عقدها إلى غاية 2028. وبالاستراتيجية حرص نادي اتحاد العاصمة على تمديد عقد لاعبه سليم بوخنشوش صاحب الخبرة الكبيرة إلى غاية صيف 2026، في وقت قرر فيه أيضاً شراء عقد المدافع حسين هيري بصفة نهائية من نادي باردو وبعقد يمتد للصيف عام 2027، بعد أن لعب مع رن الفريق خلال موسم من 2023 إلى 24. شبيبة القبائل يتعاقد مع حارس اتحاد طنجة المغربي. ولم يتأخر فريق شبيبة القبائل في دخول سوق الانتقالات الصيفية، وهو الذي يراهن على استرجاع أمجاد الفريق الموسم المقبل بعد الخيبات المتكررة خلال السنوات الأخيرة. ووعد مسؤول الشبيبة جماهير النادي بالتنافس على الألقاب الموسم المقبل، من خلال تكوين تشكيلة الأحلم ابتداء من هذا للصيف. وأعلن فريق الشبيبة يوم الخميس 20 يونيو إبرام أولى صفقاته للموسم الجديد، من خلال التعاقد مع الحارس الجزائري غاية مرباح نجم نادي اتحاد طنجة المغربي، الذي اختار العودة إلى الدوري الجزائري للمحترفين بعد فترة قضاها في المغرب، التي فوز إدرة الكناري بأولى معاركها في سوق الانتقالات، بحكم أن للاعب كان مطلوبا في عدة أندية جزائرية. ويعول الحارس غاية مرباح من خلال العودة للعب في الدوري الجزائري للمحترفين على رهان العودة إلى منتخب الجزائر، على اعتبار أنه سيكون تحت أعين المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، وهو الذي لم يحظى بفرصته كاملة في الفترة السابقة رغم تلقها في 24 ساعة. 3 صفقات تاريخية في الدوري الجزائري. شهد ختام سوق الانتقالات في الدوري الجزائري خلال الساعات الماضية التعاقد مع صفقات نارية، أبرزها فرق مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، وشبيبة القبائل. إسلام سلماني ينضم إلى شباب بلوزداد. كانت من أبرز الصفقات التي أبرمت في اللحظات الأخيرة للميركاتو الجزائري هي عودة إسلام سلماني لفريق شباب بلوزداد بعد 11 عاماً من انتهاء تجربته الأولى. وأعلن شباب بلوزداد تعاقده مع سلماني الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر لمدة موسمين. ولعب سلماني في مسابقات مختلفة للدوري في أوروبا، بداية من سبورتينغ لشبونت البرتغالي وصولا إلى نادي مالينا البلجيكي الذي لعب له الموسم الماضي. وكان الرئيس الراحل للفريق والرابطة الجزائرية لكرة القدم محفوظ قرباج وراء التعاقد مع سليماني في بلوزداد قادما من شبيبة الشراقة في 2009. أندي ديلور إلى مولودية الجزائر. كما أعلن نادي مولودية الجزائر تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور قادما من صفوف صلال القطري في صفقة انتقال حر. وحسب بيان إدارة المولودية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، فقد تم التعاقد مع اللاعب ديلور لمدة 3 سنوات مقبلة ليعزز صفوف الفريق الذي ينافس في دوري أبطال إفريقيا. ديلور لعب في صفوف عدة أندية فرنسية أبرزها تولوز ونيسونت. وهذه هي المرة الأولى التي سيلعب فيها ديلور في الدوري الجزائري.
رياض بودبوز ينضم لشبيبة القبائل. كان لشبيبة القبائل نصيبا هو الآخر من كعكة الميركا بضمه اللاعب الدولي السابق رياض بودبوز، النجم السابق للأهلي السعودي والذي يعد أحد أبرز المواهب الجزائرية التي لعبت في أوروبا. وقع عقدا يمتد لموسمين مع الفريق قبل ساعات قليلة من إغلاق نافذة الانتقالات، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها بودبوز في الدوري الجزائري بعدما ارتدى قمصان سوشو مونبيليه وباستيا وسنت إيتيان في فرنسا، وريال بيتيس وسيلة فيوغو في إسبانيا، والأهلي وأحد بالسعودية. وسيشهد الدوري الجزائري عودة أسماء تألقت في البطولة سابقا، أبرزها إلياس شت وحسام الدين غشة اللذان وقعا لصالح سوستارد، زكريا أدراوي والطيب مزياني عبر بوابة مولودية الجزائر، وكذلك الحارس غاية مرباح الذي تعاقدت معه إدارة الكناري في صفقة انتقال حر. السلام عليكم، المرجو الاشتراك في القناة. عند الوصول ل1000 مشترك سيكون السحب عن 3 أقمصة لناديك المفضل، فسارع واشترك في القناة وضع تعليق يكتب فيه حساب انستغرام الخاص بك ولتكون من الفائزين.